دي الحتة اللي احنا هنشطفها ان شاء الله. مقاسها معانا 180 سنتي في 65 سنتي. عايزين نشوف ازاي هنشطفها على المنشار، وازاي هتطلع معانا شطف مظبوط بالطول دوت وبالعرض دوت. وطبعا المنشار قدامنا اهوت، وادي الحتة اللي هنعملها اللي احنا قلنا مقاسها 180 في 60. عندنا طبعا هنا مجرى اللي بيمشي فيها السلاح بتاع المنشار. المجرى واضحة قدامنا اهيت. طبعا انا عندي المجرة ديت هنا عاملها حوالي 2 سنتي، عند ناس تاني بتبقى حوالي 4 سنتي و6 سنتي وعلى حسب المنشار. اما هنا انا الطريقة دي مريحاني، عامل المجرة هنا 2 سنتي بس علشان اقدر اشرف عليها. طب لو انت المجرة عندك اوسع من 4 سنتي، بتشغل الفارمة بتاعتك اللي انت بتظبط عليها المقاسات، بتقربها هنا لحد ما تخلي السن دوت يظبط مع المجرة ديت، يظبط مع السلاح. وهنعمل الطريقة دلوقتي، وتعالى نشوف علشان ما نضيعش وقت عليك ونطول عليك في الفيديو، ونقول الطريقة بسرعة ان شاء الله رب العالمين. طبعا عندنا الحتة 180 في 60، ولو هي اكتر من 60 او اقل من 60 او ازود في الطول او انقص، تقدر تشطف لحد الخيط اللي بيجيبه عندك المنشار هو طوله قد ايه. فطبعا هذه الطريقة بسيطة جدا زي ما حضرتك شايف. هم مثلثين هتقطعهم مظبوط، وهتنزل الرخامة بتاعتك في المجرى بالوضع اللي حضرتك شايفه دوت. قرب المكنة بنفس الوضع دوت كده، الدنيا باينة اهيت. وادي السلاح بتاع المنشار. بالوضع اللي حضرتك شايفه، فهنا كده هتدينا شطف 45. في ملحوظة بسيطة عايز اقولها لك عشان ما تنساهاش، اكيد انت هتعرفها، ان الوش دوت ده الظهر والوش بتاعنا تحت. ده في حالة ما يكون انا عايز الشطف بتاع اللي على النظيف، اخلي الظهر فوق واخلي الوش تحت، او على حسب انت محتاج الشطف من انهي ناحية. طب انا عايز اشطف 45، اشطف اكتر من 45، اشطف اقل من 45، بقدر اتحكم عن طريق المثلثين اللي حضرتك شايفهم دولت. واظن الدنيا باينة جدا وبسيطة جدا وواضحة للجميع. طيب، هل احنا في حد هيسألني طب احنا عايزينها نشوفها وهي بتتقطع؟ ان شاء الله انا هوريها لك وهي بتتقطع، بس انا كنت محتاج اديك شويه تفاصيل حلوين اكتر قبل ما نقطع. عايزين بس نحاول نجيب الكلام كده اهوت وباين معانا. الدنيا باينه قدامنا على الطبيعه. وان شاء الله علشان ما نضيعش وقت، تعالى نشغل ونشوف احنا ازاي هنقطع شطف 45، هل هو هيطلع معانا نضيف وهيطلع معانا مريح عن طريق الحاجة البسيطة جدا ديت، ولا ايه الدنيا بالظبط. تعال نشوف مع بعضينا علشان ما نضيعش وقت. طبعا من فضل ربنا تم الشطف عندنا في الحته ال 180 في 60. وادي الشطف قدامنا على الطبيعه اهوت. اظن الشطف واضح وباين، والدنيا ماشيه ما شاء الله ناعمه وزي المرايه. طيب، عايزين بقى نوقف في الحته على سيفها علشان نشوف هل هو الشطف ده طالع مظبوط ولا ظروفه بتقول ايه على المنشار لما عملناه على المنشار الكبير كده مره واحده. وادي الحته وقفناها على سيفها، وادي الشطف. الدنيا اظن واضحه وباينه على الطبيعه. ايا كان المقاس عندك عريض، ايا كان المقاس عندك طويل، اهم حاجه طول المقاس يكون مناسب لطول المنشار عندك، هو ده. انما اي عرض بقى انت تقدر تشطفه بنفس الوضع اللي حضرتك شايفه. واظن الدنيا باينه في الصوره ما شاء الله، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. شطف 45 حاجه جميله جدا.
الكلام ده يا جماعة والله في ناس سألتني كتير عليه، وده اني ادور ان شاء الله على الفكرة لما وصلنا لها، ازاي نقدر نشطف على المنشار بدون ما نشطف في الصاروخ ونتعب ونبهدل نفسنا، وفي الاخر القطعية مش هتديني مظبوط. زائد ان الشطف ال45 على المنشار غير الشطف اليدوي بالصاروخ، لانه في التجميع بيفرق مع عصب السوكة نفسها. اذا كان بالصاروخ ففي لعبة ما بتجمعش صح، فبيبقى فيها فراغات، فده بيعمل ضعف في الزاوية. اما قطعية المكنة الاتنين مقطوعين قطعية مكنة، فبيجمعوا على بعضيهم زاوية 45 مظبوط ومليانة من جوه، والدنيا فيها زي الفل. وادي الجو باين واضح قدامنا اهوت. يا رب يكون حد يستفيد من الكلام دوت. وبأمر الله عايزك تكمل معايا في الفيديوهات اللي جاية، عشان في معلومات وأفكار وإفادات لغير العارفين وللمبتدئين وللجدد. وإن شاء الله رب العالمين يا رب يكون خير، ويا رب يكون استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.